مصلحة الهلال إذا كانت النتيجة حتستمر بالشكل هذا، وحتتغير أشياء كثيرة. طبعا الفريق المتأخر عادة بالنتيجة دائما يدفع بلاعبين مهاجمين، ربما يدفع المدرب مثلا دول بعيسى لأن النتيجة هذه غير مقنعة بالنسبة للهلال. احنا لا نقول انه حيكسب نقطة بالتعادل، لا، الهلال حيخسر نقطتين بالتعادل هذا. فنتصور انه حيكون في بالنسبة للنادي الرائد. يمكن ابو فهد كان يتكلم عن الكسار، يعني صد كرتين صعبين جدا يعني، لكن احيانا نقول ليست براعي حتى في حارس المرمى، لكن قد تكون احيانا توفيق. اي لا، عدم تركيز بالنسبة للاعب، خصوصا من اللاعبين اجانب مثلا زي مثلا ايمانه مثلا. انت تنطر منه مثل الفرص هذه ما تضيع يعني. لكن بشكل عام يعني اذا قدر عمار السويح او حتى الهواربي يحافظون على النتيجة هذه، اتصور انه يعني نقطة واحدة تعادل بالنسبة للرائد بمثابة 3 نقاط. عبد الله في نقطة، نشوف ناجي المجلسي، نشوف احنا قاعد يسخن الان. هذا تأكيد انه عمار السويح يتوقع أن الهلال بيندفع بتكون في مساحات. وليد الجيزاني، أو أنا ما أعرف إني بيغير، لكن وليد دائما هو رأس حربة تقليدي داخل الصندوق. ناجي مجرشي يمكن يكون يلعب على المساحات، يعني ناجي يعني أفضل ما في ناجي هو الجري بكرة هو بدون كرة، يعني يطلب الكرة على المساحات. يتوقع عمار أن الهلال يندفع. الهلال إذا ما سجل في أول ربع ساعة ثلث ساعة قد يسجل في مجريات الشوط الثاني، لكن أقصد بتكون أكثر صعوبة، وقد تخلق هجمات وفرص خطرة على مرماه في ظل المساحات اللي بيخلقها لاعب سريع سواء ديبا أو ناجي مجرشي اللي احنا نشوفه الآن قاعد يسخن. هل يحتاج أبو فهد الهلال في الشوط المباراة الثاني لعيسى المحياني يعني في وقت مبكر من الشوط الثاني؟ شوف، عيسى دائما ورقة رابحة، ويعني حتى الموسم الماضي واللي يعني دائما عيسى إذا نزل يغير النتيجة. بس عيسى هو لاعب صندوق، يعني ما عيسى لعب في فترة كانوا يلعبون على الأطراف، مو بعيسى اللي نعرف الهداف. المشكلة اليوم مو في الصندوق، المشكلة في يعني سرعة اللعب والتنويع. الهلال معطلة أطرافه، معطلة ميزة التسديد اللي من عبد العزيز الدوسري أو أي لاعب يعني يسدد من خارج المنطقة اللي هو محمد الشلوهب أو غيره. كل هالأمور ما في إلا محاولات بطريقة واحدة. مثل هالأسلوب ما يخدم حتى عيسى لو نزل. يعني أنت الآن تبغى تفعل الأطراف، وأيمانة هو اليوم يعني لاعب حر، وكان هو أقرب لاعب يعني ما عنده أي مهام دفاعية، وهو أقرب لاعب ليوسف العربي. بصراحة الكرة تتعطل في رجل يعني في ظل هالتكتل، واللعب على العمق أهم ميزة لازم تكون فيها السرعة في التمرير، الدقة والسرعة في التمرير. يعني اللعب ال1-2 السريع، أي كرة تعطلها 15 ثانية 10 ثواني في رجلك هي تساعد الفريق الثاني للتنظيم، العودة للتنظيم الدفاعي. مشكلين القوس، دائما نقول احنا دفاع المنطقة القوس الصعب هذا اللي من الظهير اليمين اللي يصير صعب اختراقه من العمق. إذا لازم تطلع اللعيبة ذي الزحمة اللي في العمق تطلعهم برا عشان تستفيد، يعني تلعب على الأطراف عشان يكون في العمق في فراغات و1-2. بالتكتل شفنا كم كرة 1-2 أبو عبد الله لو شفناها مع بعض، كثير من الكرات تلعب وانتم بعدين تقرا بشكل جيد لان فيه زحمه. يعني زحمه لاعبين ما يمكن توصل القوس هذا اللي قدام ال 18. الوانتو فيه ما كان في تفكيك للحاله الدفاعيه المنظمه بالنسبه للفريق الثاني، خصوصا النتيجه ما زالت في صالحه. يعني ما راح يطلع من ملعبه والنتيجه تصير بالشكل الجيد، حتى هجماته تعتمد على اشياء مرتده ومحاوله تمريرتين 3 الوصول للمرمى. يعني شفنا اكثر من ركنيتين اعتقد الفريق الرائد، كلها تكون بالطريقه هذه المنطقه الثلث الاخير من ملعب الهلال. نعم. هل افتقد الفريق الهلالي ابو شيد الكوري الجنوبي بيونغ؟ هل افتقده في هالمباراه؟ لو كان متواجد ربما يتغير شكل الهلال؟ والله ممكن يعني، لكن انا اتصور يفترض ان اللاعبين الاجانب الموجودين يعني يقدمون عطاء افضل من يعملون الفارق الفني. بالنسبه للمباراه هذه، بالنسبه للهرماش والعربي وحتى بالنسبه ايمان يعني. فانا اتصور يعني الان يمكن حتى ما في رقابه، لو في رقابه على اللاعبين، شوف ما في رقابه على اللاعبين، وبالتالي ممكن بامكان اي لاعب للاعبين هذول خصوصا